السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا شوفوا يا ولاد هنعمل ايه. هنعمل كده فرخة مشوية ان شاء الله. حطينا الفحم على النار وقلنا بقى يلا نجهز كل طلباتنا كده. بشرت جزرتين زي ما انتوا شايفين، وهحط كده بصلاية حتة حلوة كده محترمة هشوحها على النار عشان هنعمل كبسة كمان. حطيت ورق اللوري واللومي وعود من القرفة. هشوح بقى كل الحاجات دي علشان خاطر بقى اشم ريحه البهارات اللي احنا هنحطها مع بعض. انا كنت عايزه احط حبهان ومستكه، بس بصراحه ما يعني ايه، ما حطيتش علشان خاطر ما تجيش تحت سناننا وكده. فالعيال ما تحبهاش يعني. حطيت بقى الجزر اللي انا بشرته قدامكم ده. هحطه كده ياخد برضو تشويحه. انا ما بغمقش الحاجه ولا حاجه، بس بديها تشويحه بس كده. وبعد كده ضفت الرز بتاعي على طول على الحله بتاعتي، وبرده هديها تشويحه كده. الرز ده بسمتي، كان جاي لي هديه كده، فحبيت ان انا اعمله. بصراحه طعمه جميل جميل يعني بصراحه. معايا بقى كده نص مرقه كده كانت بنتي جايباها، رحت احطها. ومعايا كده معلقه كبيره كده من بهارات الفراخ تحفة وجميلة. وحطيت عودين زعفران زي ما انتوا شايفين كده. بس للأسف طلع مغشوش، مش من اللي هو يعني الأصلي، بس انا حطيته وخلاص. وكملت كمان معلقة كمان من بهارات الفراخ وكده. هحط كمان حبة ملح. وهبصوا بقى يعني عايزة اقول لكم هتطلع احلى حلة بسمتي تحفة وجميلة. كان الكتل على النار، حطيت بقى المية بتاعته اللي هي كفايته. وبعد كده هسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها. وهروح اشوف هعمل ايه تاني. معايا فرخة كده زي الفل، مسكتها كنت نقعاها كده في المحلول بتاعها. همسكها بقى كده انضفها واخليها زي الفل، مش هخليها فيها اي حاجة. هعيد عليها مرة كمان، ولو اني وانا بحطها والله مخليها زي الفل الحمد لله. هعيد عليها بقى تاني كده علشان اتاكد ان مفيهاش ولا ريش ولا اي حاجه من دي. وعايزه اقول لكم التتبيله اللي انا كنت عاملاها والله مش عارفه انزلها خالص خالص يعني. موجوده على الموبايل، وكل ما بنزلها على المونتاج عشان اصورها معاكم مش عارفه مش راضيه تنزل ليه. كان نفسي والله اوريها لكم. بس هي التتبيله بتاعتها عباره عن جزرتين حطيتهم في الكبه، ومعايا قرنين من الفلفل وحطيت خل والبهارات بتاعتي، بهارات فراخ وكاري وفلفل اسود والسبع بهارات وعايزه اقول لكم ضربت كل المكونات دي على بعضها كده. وكان على معاهم كمان عصره ليمون، بس للاسف ده ما تصورش. ضربتهم كلك في الكبه كده، وبعد كده ضفتهم على الفرخه بتاعتي. عايزه اقول لكم كانت ريحتها وطعمها جبار. يبقى يا جماعه التتبيله بتاعتنا جزر وبصل وطماطم وفلفل وخل والبهارات بتاعتنا بهارات فراخ وفلفل اسود وكاري والسبع بهارات. بفضل من ربنا ان انا كنت بدري خالص. اول ما صحيت الصبح كده تبلتها وسبتها في التلاجة، يعني قعدت معايا حوالي 4 5 ساعات. ولو انت مش ما عندكش وقت يعني كفايه لو نص ساعه عادي مفيش مشكله. التتبيله دي تحفه وجميله وكمان وهي بتنضرب في الكبه كده حطيت طماطميه كبيره كده. عايزه اقول لكم كانت تحفه. والتتبيله اللي فضلت منها سبتها لحاجات تانية كمان والله العظيم، وعملت بيها طلعت تحفه وجميله. هلفها كده بالاسترتش زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ بقى ان انا احطها في التلاجة. وكنت ورايا مشوار، رحت مشواري براحتي خالص ومشيت وكده ورجعت. والله رجعت العشاء، يعني عايزه اقول لكم ما كانش في وقت خالص. كانت اللحمه بتاعتي دايبه دوب كده. انا عايزه اقول لكم كمان شوفوا عامله ازاي. يعني بصوا اللحمه بتاعت الصدر، لان اكتر حاجه بتبقى سميكه في الفرخه هو الصدر. شوفوا انا بتك عليه وبضغط عليه تحس ان هو يعني دايب كده. يعني التتبيله بتاعتي اكنها يعني مسويه الفرخه معايا. هنا بقى كان عندي الشبكه اللي انتوا شايفينها دي هرصها بقى عليها رصه تمام كده. مش هحطهم فوق بعض، لا هرصهم في ريح بعض واقفلها كويس خالص. انا عايزه اقول لكم لغطا الكبده والانثى محمراها معاهم او شويها معاهم يعني. وجوزي كان خلاص خد بقى الفحم اللي انا كنت حاطاه على البوتاجاز وحطه في البلكونه. وراح على طول كده علشان خاطر يحمي النار زي ما بيقولوا. لان انا صراحه عمري ما حسيت ما شوت يعني لوحدي، هو اللي بيشوي كل مره. تمام. حسيت بقى ان وانا بقفل الشبكه كده ان هي يعني مش هتقفل، لان الصدر بالكتف كده عالي. قلت لا اقطعها على 2 علشان خاطر كمان. شوفوا والله يعني السكينه بتاعتي تلمه، بس بصوا وانا بقطع سهله جدا لان اللحمه بتاعتي دايبه كده دوب. وما خدتش معايا وقت خالص خالص في
في الشوي وكمان هوريها لكم. بس انا بتاسف على الاضاءه، لان الاضاءه في البلكونه وحشه جدا جدا، والكاميرا بتاعتي كنت يعني ايه لسه بقى مبتدأ ان انا اصور بيها وكده، فبصراحه يعني ايه كانت الاضاءه وحشه. قفلتها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى خدتها ايه على البلكونه على طول، علشان خاطر بقى ان انا ايه احطها على الشوايه يعني، او على الفحم بتاعي. هنا بقى عطتها لجوزي، وقلت قال لي بقى طلب مني انا عايز سلطه كده، بس السلطه يكون فيها ميه زي بتاعه الراجل بالظبط. رحت ماسكه كده بصلايه قطعتها نصين وقطعتها حلقات كده زي ما انتوا شايفين. هو عايزها بالظبط زي في واحد يعني هنا بيشتريها منه، فهو بيحب السلطه بتاعته، يعني عايزه اقول لكم من عشاق السلطه دي. فقلت بقى ان انا اجهزها له. على فكره هو بيحسب ان الاكل بتاعنا هيتاكل بعيش، ما يعرفش ان انا عامله رز بسمتي وكده. فقلت والله يعني ان انا ازود كده واعمل، عشان اولادي بتحب الرز البسمتي وانا كمان يعني صراحه من عشاقه يعني. قطعت البصل كده ايه حلقات، وقطعت الفلفل برضو زي ما انتوا كنتوا شايفين كده، وكنت كمان بشرة جزر وكده. وحطيت كمان ايه من الدقه اللي انا بقول لكم عليها على طول، ما شاء الله دقه تحفه وجميله كده، دقه بالثوم والفلفل الاخضر بصراحه تحفه، وعليها خل. حطيت برضو معلقه كبيره، وقطعت بقى طماطم كده. عايزه اقول لكم يعني هي السلطه دي بات منها جزء والله اتاكل برضو، يعني من حلاوتها اتاكلت لتاني يوم. الحمد لله بفضل من ربنا. الواحد كل ما بيعمل حاجه كده بنيه صافيه، فربنا بيبارك في الحاجه اللي ايه اللي الواحد بيعملها. خلاص كده بقى كان عندي بقى عود شبت كده، قلت بقى اقطع عليه علشان خاطر ايه انا هحط على السلطه دي ايه حبه خل وميه وايه وعصره ليمون كده عليها، علشان خاطر تبقى فيها مزازه كده. هنا حطيت اهوت المعلقه الفلفل والثوم والخل، حطيتهم عليها كده، وهضيف بقى عليها ايه حبه ميه. هنا بقى رحت لجوزي علشان اشوفه عامل ايه ووصل ايه، رحت مصوته له وقلت له ده انت حرقتها ولا ايه؟ فبعدين بصراحه حققت كده النظر، لقيتها ما اتحرقتش الحمد لله ولا اي حاجه والله، وطريه وجميله وتقطمي منها، لا فيها دم ولا اي حاجه من الحاجات دي. الحمد لله بفضل من ربنا عملها بطريقه جميله، وطريقه الفحم يعني بصراحه اي حاجه طبعا بين الفحم بتبقى تحفه وجميله. وبصراحة صممت اوريها لكم، كنت صحيح مبهدلة وتعبانة وكل حاجة، بس حبيت والله اوريها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة تحسن به الأخلاق وتيسر به الأرزاق وتدفع به المشاق وتمنع منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من الدنيا إلى يوم الطلاق، وسترا بين يديك يا عزيزة يا خلاق. صلوا بقى على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والنهارده بقى عندنا كده إيه أكل تحفة من الأولاد بتحبه. شايفين بقى الرز البسمتي كده عملته معاكم ما شاء الله. عملت كمان هوريكم كده الايه المرقه بتاعتي، المرقه الكدابه شايفين الشعريه بتاعتي كده جميله بالمرقه بتاعتي جميله. هنا بقى الايه السلطه اهيت بالميه كده، ابو هاجر لازما يشرب الايه تكون السلطه كده بالميه والخل والليمون كده حاجه ايه فاخر من الاخر. الطحينه برضو بتاعتي شايفين عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ولا قوه الا بالله. يعني الطحينه تحفه وجميله اهي. كمان طبق هنا بقى يعني ايه الحاجه الفخمه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. هوريكم كمان الفراخ مستوية وجميلة، والله الإضاءة هي اللي وحشة يا جماعة، بس هي فرخة تحفة ولذيذة كده وجميلة ومستوية خالص، مستويه وتحفه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال هنا، الجمال عدى الكلام يا جماعه. شايفين الحلاوه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله كده متحمره والتتبيله بتاعتي كده واخده ومديه معاها ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اتمنى بقى يا جماعه يعجبكم الفكره، وما تنسونيش في لايك وسبسكرايب كده ودعوه حلوه من قلبكم. شايفين الكبده بتاعتي كده ايه والقنصه مستويه وجميله ما شاء الله. هشيل بقى الورق والشواية والحاجات دي، وشوفوا بقى عن قرب كده الحاجة جميلة وتحفة والله، وطعمها جميل. والسلطة بتاعتنا والشعرية والايه، وكمان الطحينة بتاعتنا عاملينها بطريقة مميزة جدا، انا منزلها لكم على القناة بتاعتي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وبرده بعد الاكل مكملين وهنشرب الشاي مع بعض في البلكونة باذن الله. سارة هاتي كباية زارة. انا عايزه نعناع. نعناع ما عليها حتة عليه نعناع ولا هات كوباية عشان اشوف. هات كوباية كمان.
لا لما انا عمال اكون كيف اعمل اقعد واعمل مهدود النهارده والله اسمه مش حد يقعد كده يعمل لبن طبعا صور دي كده انت مش عارفه تصوري اساسا دي جارة كده جاي بيصور سيب ايه ايدك مبلوله يا حلة امك. احط النكرجة ها؟ ايه؟ احط خد مسحتها في الفطار خد بالك الهزه بتعلموها بقى. ايه انا؟ لا انا عايز بس الكوبيد ده بس بس انا لا انا نعمل تحت نار تحت نعمل تحت نار حكينا عن شويه كمان كده عشان ده انا عايزين مشوي طبعا الاكل قدامكم زي ما انتم شايفين اهو، كمان الخضره التحفه الجميله دي عامله باقه ورد كده زي ما انتم شايفين. اتمنى بقى ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب ودعوه حلوه كده من قلبكم، وما تنسوش اهلنا في فلسطين والصومال، دعوه كده حلوه، ربنا يا رب ينصرهم، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله مرضت يعني اقفل الفيديو معاكم الا لما نكمل مع بعض، يعني على قد ما احنا كنا الدنيا ساقعه وتلج يعني، بس كملت القعده في البلكونه لان مفيش احلى من اللمه يا جماعه. جوزي لقيته كده حاطط على الفحم كده ايه براد شاي، قلت لا ما لازم افتح كاميرا واكمل معاكم تصوير كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم طعم تاني والله، الشاي على الفحم ده طعم تاني، واللمه احلى حاجه. ربنا يا رب يخلينا لبعض وما يحرمناش من بعض ويخليكم لبعض. حافظوا على العيله يا جماعه، دي اهم حاجه والله بجد، ان احنا دايما نكونوا كده كاملين، ما فيش حد ناقص ما بينا. ربنا ييسر لنا الحال يا رب. والله كانت يعني على قد الدنيا ما كانت ساعه، بس كان حلو خالص، كان يوم حلو خالص. هنا الشاي بتاعنا غير اهو. هبدأ بقى كده افضي طبق لب كده زي ما انتم شايفين، كل ده واحنا واقفين بقى في البلكونه، وكملنا الشاي والله في البلكونه. طبق كده يعني ايه مليان تشكيلات وحاجات جميله. عايزه اقول لكم انا كنت بقول مش هستحمل وهطلع، لكن الفحم كان والع وكلنا قاعدين كده مع بعض. صراحه كان يوم جميل كده والحمد لله كان سلس وحلو. وكمان كوبايه الشاي رصينها كده على السور، وهفضي على طول كده الايه الشاي بتاعي. وادي الشاي بتاعي كمان اهو، اتفضلوا معانا على قلب وهنا يا رب كل اللي كان معانا. اتمنى بقى يعجبكم الفيديو، وما تنسونوش بقى في لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه كده من قلبكم، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الشاي. كنت مستمتعه زي ما انتم شايفين كده، وكمان الجو كان يعني بصراحه يعني كنت حاسه ان هو حلو، ولو انه كان ساعه بس حاسه ان هو حلو. كفايه الدفى واللمه بتاعه العيله، ربنا ما يحرمنا من بعض. اتمنى يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.